خلال فترة الحرب بسوريا يلي صار لها مستمرة أكثر من 10 سنوات، هالشي كان له أثر سلبي على الوضع الاقتصادي بالبلد، خاصة بعام 2020 مع فرض العقوبات قانون قيصر على المنطقة وانتشار جائحة كوفيد-19 اللي أدت لانهيار الوضع الاقتصادي والعملة السورية وزيادة معاناة المواطنين اللي عم بيعانوا أساسا من نتائج الحرب الدائرة، من النزوح، من البطالة، من فقدان المعيل. طبعا هالشي كان أثره كتير كبير خاصة على النساء والأطفال. نخص بذكر الأطفال خاصة يلي فقدوا المعيل أو فقدوا المصدر المادي يلي بيساعدهم على متابعة أدنى شروط الحياة. طبعا كمنظمة حقوق الإنسان وثقنا أكثر من 900 حالة في مختلف المناطق بالجزيرة والفرات. طبعا هالحالات يلي وثقناها كلها كان سبب يعني انخراط الطفل بمجال العمل هو فقدان المعيل، سوء الأوضاع المادية، الانقطاع عن الدراسة والتوجه إلى يعني اكتساب مهنة بدل من التعليم، خاصة مع تكرار عمليات النزوح واستمرار احتلال مناطق وأراضي سورية، وبالتالي فقدان الاستقرار بالمسكن والابتعاد عن المدارس. كل الأسباب اللي ذكرناها بتؤدي للطفل إنه ينجبر يشتغل بأعمال غير مناسبة له، لا كعمره ولا كقدرته كطفل إنه يتابع يعني حياته بشكل طبيعي، خاصة بأعمال الصناعة وأعمال يعني تحميل البضائع، وحتى بحالات التسول، يعني ترويج لبضاعة مو متناسبة مع ثمنها، وتعتبر حالة تسول منتشرة بشكل كتير كبير بالفترة الأخيرة، خاصة بالمناطق الحسكة وقامشو. كل هالشيء بحاجة لحلول إسعافية أكثر حالات فقدان المعيل، الصعوبات المادية، حالات الحظر يلي انفرضت وانجبر فيها عائلات عن التوقف عن العمل. شاهدنا قبل فترة مجموعة كبيرة من الأطفال بمكب القمامة عم يشتغلوا بفرز القمامة لحتى يقدروا يأمنوا لقمة العيش. كمان مثل ما ذكرنا حالات النزوح المتكررة والانقطاع عن التعليم والتوجه لكسب مهن بديلة عن التعليم. كل هالشي أدى بالطفل بالتوجه إلى العمل لإعانة العائلة وكحل بديل عن مسألة التعليم. نتائج على الفرد والمجتمع مستقبلا، يعني أولا على الطفل بسبب انقطاعه عن التعليم، فرض عمل لا يتناسب مع قدرته البدنية. طبعا هالشيء حيأثر على نموه وتطوره وقدراته العقلية. راح يكون نقص بالوعي والثقافة لدى الطفل، وبالتالي إنشاء جيل جاهل من الناحية الثقافية ومهتم فقط بمسألة كسب المال دون مراعاة لمسألة التنمية والتوعية وتطوير. هالشيء ما حيساهم أبدا بتطوير المجتمع، بالعكس ممكن يولد حالات ضغوطات نفسية تشكل أزمة داخل العائلة وداخل المجتمع. الحلول كان لازم يكون من خلال تفعيل القوانين الموجودة المتعلقة
بعمالة الأطفال. طبعا في قوانين بتحد من تشغيل الأطفال، مسألة إلزامية التعليم لحتى عمر 15 سنة. هالأمور إذا تم تطبيقها يمكن الحد من استغلال الأطفال مقطعا عن المدارس. طبعا هذا الشيء غير كافي. كمان مسألة التوعية داخل الأسرة بأهمية إتمام مسألة التعليم قبل التوجه إلى العمل، وفي حال عدم توفر بديل بسبب الصعوبات المادية أو عدم وجود معين، بهالحالة المفروض يكون في حالة من الرعاية، الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية للطفل لحتى تعوضه كنوع من حلول بديلة لا يقدر يتابع حياته. هالشيء ممكن تقدمه الإدارة الذاتية عن طريق سن قانون الضمان الاجتماعي والصحي في حال كان بالأمكان، أو عن طريق المنظمات المجتمع المدني بتقديم مشاريع تساعد هالأطفال على مسألة إعادة التأهيل وتقديم حلول بديلة لعمل الطفل. مثلا تقديم مشروع صغير لأحد أفراد عائلته لحتى يكون بديل لعمل هالطفل، يوفر مورد للعائلة ويساعد الطفل على العودة إلى حياته الطبيعية والدراسة.